متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حرب إيران وما تم عنه رسميا في المملكة المغربية، ذلك ما كان يخشاه خصوم المملكة المغربية، إذ أن الموانئ المغربية ستقدم دعما مهما لحلفاء الدولة المغربية. ولقد قامت إيران ومساندوها من البوليساريو والجزائر في العام الماضي بمهاجمة الموانئ المغربية، لما تشكله من خطر على دولة إيران ووكلائها، إذ أن إيران تعرف أن الموانئ المغربية تشكل خيار لبعض الحلفاء ديالها الذين في الشرق الأوسط، وتحديدا الإمارات العربية المتحدة، والتي عندها علاقات استراتيجية مع المملكة المغربية، والتي تعتبر من أشد الأعداء بالنسبة لإيران، بل تعتبرها عدو حقيقي، لدرجة أنه قامت صراعات كثيرة بين عراقجي والإمارات المتحدة العربية. ما دخل الموانئ المغربية بإيران والشرق الأوسط؟ رغم بعد المسافات، فالمملكة المغربية تربطها علاقات قوية مع دول الشرق الأوسط، إذ هي علاقات تحالفات استراتيجية. موانئ المملكة المغربية استطاعت أن توفر لدول الخليج منصة استراتيجية مهمة، إذ أن أغلبية السفن غيرت طريقها بفضل ما يسمى طريق الرجاء الصالح، والذي يمر من جنوب إفريقيا للوصول إلى أوروبا مرورا بالموانئ المغربية. فإيران كانت تريد تنفيذ خطتها، وذلك خلق شلل في التجارة الدولية، وخاصة ضد أمريكا ودول الخليج. هنا قامت إيران بإعطاء أوامر لحلفائها ميليشيات البوليساريو والجزائر يقوموا بضربة لمدينة السمارة، والتي كانت هي نهاية البوليساريو، إذ غامروا بالقيام بهذه الضربة، والتي جاء عنها نهايتهم، لأنهم لا يستطيعون رفض أي طلب لإيران مهما كان الثمن. ورغم هذا تفوقت المملكة المغربية على كل هذه المؤامرات، وجاء في بعض الجرائد العالمية: المغرب يفوز في معركة التجارة مع أوروبا ويستعد لرهانه الكبير على الصحراء المغربية. هنا نرى كيف العالم بأجمعه وجه وجهته نحو الموانئ المغربية، وأطلقوا على هذا ما يسمى معركة التجارة في أوروبا. فالرهان الكبير ديال المملكة المغربية على الصحراء المغربية رهان رابح، وإيران تعرف مدى قيمة الموانئ المغربية رغم بعد المسافة عن أمريكا ودول الخليج. فهذه الموانئ هي البديل الأوحد، وكذلك على الاستقرار في منطقة جبل طارق، وجعل حد لكل المرتزقة. إيران استطاعت الوصول إلى لبنان، إلى دول الخليج، إلى سوريا عبر وكلائها، وكانت عندها رغبة للوصول إلى المنطقة المغربية، فربطت علاقة مهمة مع الجزائر والبوليساريو، لكن خسرت الرهان بسقوط البوليساريو وتورط الجزائر، والتي أرادت استرجاع سفيرها إلى فرنسا. فالجزائر أرادت أن يبقى المغرب منعزل، ليس له مشاريع اقتصادية ولا سياحية ولا استراتيجية، ويبقى دولة ضعيفة. ولكن المغرب يفوز في هذه معركة التجارة في أوروبا، ويستعد لرهان كبير ألا وهو على الصحراء المغربية، إذ تم تدشين أول مصنع بطاريات السيارات الكهربائية في إفريقيا في مدينة البنيطرة. فمياه الصحراء المغربية، وبالأخص جبل تروبيك، يوجد فيه كنز كبير من المعادن المهمة. فالمغرب فرض نفسه رغم عراقيل الخصوم، وسيصبح أول دولة في إفريقيا لمصنع بطاريات السيارات الكهربائية. يأتي هذا الاستثمار الضخم في سياق الدينامية الصناعية التي يشهدها المغرب خلال السنوات الأخيرة، خاصة في قطاع السيارات والطاقات المتجددة، مما يعزز تمركزه كمنطقة استثمارية استراتيجية بين أوروبا وإفريقيا. فالسيارات الكهربائية كثرت في إفريقيا، حيث أنهم وضعوا الباركين، ورجعوا في الباركينات كاين مواقع ديال شحن السيارات، وفي نفس الوقت هي كباركين اللي خاصة في المناطق مثلا كإسبانيا
أو المغرب، المناطق التي فيها توجد فيها الشمس تقريبا على طول السنة. هنا نأتي على نهاية هذا الفيديو، وإلى اللقاء في فيديو آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.